في ديالى يعتبر الطريق الرابط بين مندلي ومنطقة جرز الدين أحد أخطر الطرق نظرا لمطباته وحوادثه المرورية. عدد من الشباب وبعد أن ملوا من مناشدة الجهات المسؤولة بإصلاح الطريق أخذوا على عاتقهم مهمة ترميمه في صورة عكست حرصهم الوطني. مع هبة فؤاد. مزار الإمام جرز الدين عليه السلام، العبد الصالح الذي يرجع نسبه إلى جعفر الطيار عليه السلام ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقع هذا المزار في مدينة مندلي 160 كيلومتر شمالي شرقي العاصمة بغداد. أما الطريق المؤدي إلى هذا المزار والذي يبلغ طوله 11 كيلومتر ويربط محافظة واسط بمحافظة ديالى، فهو متهرأ ومليء بالحفر، لا سيما وعمر هذا الطريق 35 عاما ولم يجري عليه أي تصليحات. قامت نخبة من شباب الإمام جرز الدين من المتبرعين بترقيع الشارع المؤدي إلى الإمام جرز الدين عليه السلام. وهذا الشارع مروا عليه هواي مسؤولين وطوا وعود، بس مع الأسف وعود كلها كاذبة. ما حد، كل من يقول لك أنا بلط الشارع هذه وماكو أي نتيجة. فقمنا احنا الشباب المتبرعين أهل الخير، جبنا مواد اسمنت ورمل والشباب تبرعت، وهسه حاليا جاي نسوي عملية ترقيع وتصليح. احنا نخوة من الشباب جايين نصلح هذا الشارع البين واسط وديالة، رابط منطقة ناحية قزانية بمنطقة الإمام جرز الدين. احنا نخوة من الشباب صلحناه، ومن زمان نعاني نقول يا بلطو هو 9 كيلوات ما تبلط عندنا. وبعد مناشدات عديدة من أهالي ناحية قزانية إلى الجهات المسؤولة لمد يد العون لهم ولمدينتهم حتى يقوموا بإكساء هذا الشارع الذي أكل عليه الدهر وشرب ولكن دون جدوى، الأمر الذي دفع مجموعة من الشباب من أهالي المنطقة إلى جمع الأموال فيما بينهم ليقوموا بشراء الإسمنت والرمل وتصليح الحفر الموجودة في هذا الطريق، وهم يناشدون حكومتهم المحلية بالنظر إلى مدينتهم التي عانت ما عانت من الإهمال. جينا نرقح هذا الشارع، شارع مفلش وتعبان، وهذا رابط بين ديالة وبين واسط. اجتنا مسؤولين، اجتنا عالم، ولا حد سواه ولا حد، بس وعود كاذبه. وهسه احنا نطالب المسؤولين يسوون لنا الشارع، حتى لو يصلحونه بمكانات يعني منتهيه. للفرات هبة فؤاد.